السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات وصحة نفسية. أهلا بكم في قناتي يوميات تحدي المشاكل. بحب أرحب بكل المشتركين الجداد في القناة. نورتوا القناة، وبرحب بكل المشتركين القدام في القناة. انتوا اصلا منورين القناة. يا ريت اللي داخل القناة جديد كده ياخد كده لفة في القناة، لان القناة متنوعة ان شاء الله تنال اعجابكم. ان شاء الله فكرة الفيديو النهاردة عن موضوع المحظورات او الممنوعات بين الزوجين. ليه بقى؟ علشان لو الزوج او الزوجة عملوا كده حياتهم الزوجية بتفسد وبيتهم بيتخرب، سواء عاجلا او اجلا. يعني بعض الازواج او الزوجات ممكن يستمروا فتره، لكن الفتره دي هتكون كلها نكد، حزن، الم، امراض نفسيه، امراض عضويه، او الاتنين مع بعض. وبعد مرور فتره من التحمل في حد منهم مش بيقدر يكمل وبيترك العلاقه سواء اجلا او عاجلا زي ما قلنا. ايه بقى الحاجات المحظوره او الممنوعه بين الزوجين عشان نتجنب النكد والحزن ونتجنب المشاكل ونتجنب الخناقات ونتجنب تدمير العلاقة أصلا؟ أول حاجة عندي الضرب ده موضوع مهم جدا. ليه؟ لأن ليه آثار نفسية وبدنية خطيرة جدا. مثلا الزوج بيعمل كده فاكر نفسه إن هو بيقدم مراته، ولكن للأسف هو كده بيبوظ علاقته بيها. ده أسلوب بيستخدمه الشخص العاجز عن حل المشكلة أو العاجز عن إدارة المشكلة بشكل سليم. بعض الستات بتعمل كده مع جوزها عشان تدافع عن نفسها. هو بيبدأ مثلا بالضرب وهي بترد عليه برضو بالضرب. طبعا في الغالب الزوج اللي بيتضرب ده بيكمل، مش بيكمل. ليه مش بيكمل؟ عشان كرامته حس انها اتهانت. طبعا عشان الراجل ده كرامته بتبقى غالية عنده، فمش بيكمل في العلاقة، بينسحب من العلاقة دي. برضو لو الزوجة اتضربت، بعض الزوجات بتطلق عشان مش متحملة، او ترتب على كده اثار نفسية خطيرة او اثار بدنية خطيرة. ممكن كسر في احد اجزاء جسمها، ايديها، رجليها، كسر او شرخ او في جزء من اجزاء جسمها، في صدرها، في ايديها، في رجليها، فطبعا بتطلق. بعض الناس بتطلق، بعض الناس بقى بتتحمل، لكن اللي بتتحمل فترة وبعدين برضو بتسيبه. اعرف قصة كده، زوج رمى على مراته طبق، رماها كده بطبق في وشها عشان امه شبطت في الطبق ده، كانت عايزه تاخده، ومراته طبعا هي اللي كانت شاريه الطبق، فطبعا اتحيز لوالدته ورمى الطبق في وش مراته عشان يوريها يعني ده شيء تافه ان هي ماسكه فيه. لما رمى الطبق في وش مراته عمل لها نزيف في عينيها، وراحت بيت اهلها، ولما كشفوا عليها طلع ان هي محتاجه عمليه، وطبعا رفعت عليه قضيه طلاق للضرر. طبعا ده كلام ما ينفعش اي حد يضرب التاني، لا بايديه ولا باي شيء. ده ممنوع 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 نهائي بين الزوجين. ممنوع الضرب نهائي بين الزوجين. رقم 2، ممنوع الشتايم بين الزوجين. ليه بقى؟ لان الكلام السيء او الكلام السلبي او الكلام الجارح ده ليه تأثير نفسي خطير على نفس الانسان. ليه؟ سواء بقى راجل او ست. ليه؟ لان الذاكرة مش بتمسحه خالص. طالما اتقال بيتسجل في المخ ومش بيتمسح، حتى لو الشخص اعتذر اللي صدر منه الكلام ده. المشاعر دي عبارة عن ايه؟ عاملة كده زي الازاز. الكلام السيء كأنك جبت كده كوباية ازاز ورميتها في الارض وتكسر. الاعتذار بيكون عبارة عن انك قعدت تلزق في الكوباية الازاز دي. تخيل بقى شكل الكوباية الازاز بعد ما تلزق، شكلها هيكون مشوه، شكلها سيء جدا. ده شكل مشاعرنا اللي اتجرحت بعد الاعتذار، بيكون شكلها ملزق كده ومش بترجع تاني زي ما كانت قبل الشتايم او الكلام السلبي. فممنوع ممنوع ممنوع الشتايم بين الزوجين. كمان لو في اولاد هيلقطوا الكلام ده وهيقلدوه بالقول. واول ناس هيتشتموا هم حضراتكم، سواء حضرتك او حضرته اللي خرج منكم الكلام ده، لان الاولاد مرآة للاسره، مرايه كده للاب والام او الاثنين مع بعض. وكمان الشتايم دي بتفقد الناس احترامهم، يعني الزوجين بيكونوا فقدوا احترامهم لبعض خالص. فممنوع الشتايم. رقم 3، ممنوع اثناء المشكله او الخلاف نفضل بقى نقول كلمة طلقني 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 ونكررها. بلاش، ممنوع تقول لمراتك أثناء المشكلة أو الخلاف هتجوز عليكي هتجوز عليكي هتجوز عليكي، عشان انت كده بتوسع دايرة الخلاف، بتجرح مشاعرها وبتعمق المشكلة. خليك مركز في المشكلة نفسها، دور على حل المشكلة، ما تركزش على المشكلة حصلت ليه أصلا. يعني في ناس بتقول ليه لو كنتي قلتي كذا، لو كنتي عملتي كذا ما كانش حصل المشكلة دي، ما كانش حصلت المصيبة دي. ما هو انت لو ما كنتيش قلتي كده، انتي لو ما كنتيش قلتي كده ما كانش حصل المشكلة دي. ركز على حل للمشكلة، ما تركزش على ان المشكلة حصلت اصلا. رابع حاجة، ممنوع اثناء الخناقة والمشكلة تذكر اي ذكريات قديمة او حاجات عدت وفاتت. النبش في القديم او التأليف في القديم كأنك بالظبط كده بتفتح النار وبتنفخ فيها. يعني كأنك بتجيب لنفسك النكد والحزن والطاقة السلبية، بتجددهم لنفسك تاني، بتجدد النكد والحزن والألم والطاقة السلبية اللي عدت وفاتت، بس انت جددتها لانك ما صرفتهاش من جواك. عشان كده انت بتذكرها وما نسيتهاش.
رقم 5 ممنوع اللعن بين الازواج. يعني ايه؟ يعني الزوج او الزوجه متضايقين من بعض، مثلا في واحد فيهم متضايق من التاني، تلاقي الزوج مثلا يقول لمراته الله يلعنك. في حديث عن الرسول بيقول لعن المؤمن قتله، لعن المؤمن قتله، واللعن لو صاحبه لا يستحقه بيرجع على الشخص اللي اتقال ده، فممنوع اللعن بين الزوجين. رقم 6 ممنوع تدعوا على بعض. الزوج يقول مثلا ربنا ياخدك، الزوجة تقول له ربنا يجيب لي خبرك. مثلا الزوج يقول له الزوج مثلا يقول يا رب ارجع الاقيكي ميتة. ده كلام ممنوع نهائي. نيجي بقى بعد كده رقم 7 بلاش عدم الاحترام من الزوجين. عشان كده تذكرت كل الحاجات اللي فاتت، يعني نتجنب كل الحاجات اللي فاتت اللي قلنا عليها. ممنوع الضرب، ممنوع الشتايم، لان الضرب والشتايم دول بيؤدي الى عدم الاحترام، بنفقد احترامنا وهيبتنا تجاه بعض. طبعا بتكلم عن الزوجين. رقم 8 بلاش كل موقف او مشكله تحصل بين الزوجين يحكوا لاهلهم ويدخلوهم بعقولهم وبخبراتهم. الاهل بيتدخلوا بعقولهم وبخبراتهم وبطاقتهم السلبيه اللي في الغالب مش بتفيد الزوجين، ويكون ردهم كالاتي: الزوجة مثلا بتشتكي لأهلها، يقولوا لها معلش اصبري، معلش كل البيوت كده، معلش اتحملي كله كده. يعني ردود لا بتحل ولا بتربط، مش هتستفيدي منها حاجة. احكي لحد مختص هيفيدك، لكن في حاجات لازم ليها وقفة، ما ينفعش تعدي زي الضرب، لان حضرتك لو عديتي موقف الضرب اول مرة هيستهين بحضرتك وهيتكرر ويزيد عليكي في الضرب كمان، ومش هيحترمك اصلا. نيجي بقى الرقم 9 بلاش او ممنوع تشحن ولادك ضد بعضنا. يعني ايه؟ يعني بلاش نشحن ولادنا تجاهنا. يعني الزوج ما يمسكش ولاده يشحنهم تجاه مراته، او الزوجة ما تشحنش العيال تجاه ابوه. ليه بقى؟ ده بيسبب مشاكل كتير. اول حاجة هتعيش ابنك في حزن ونكد مش بتاعه. رقم 2 او رقم باء ممكن يصاب ابنك ده بعض الاضطرابات زي القلق او الاكتئاب وحاجات كتير، وده مش موضوع الحلقة دلوقتي. رقم 10 بلاش تسيب البيت وقت الخلاف او المشكلة طالما مفيش ضرر جسماني واقع على حضرتك. مثلا مفيش ضرر كبير واقع ولا حاجة، طالما كده كان الخناقة عبارة عن كلام وبس. رقم 11 ممنوع التهديد بالمصروف او الاكل او الشرب او العلاج. ليه بقى؟ لان دي واجبات حضرتك، ده تكليف عليك وليس تشريف. رقم 12 ممنوع تقول انك عايز اكسرها. ممنوع الزوج يقول لزوجته انا عايز اكسرها حتى لو كانت غلطانة. ليه بقى؟ لان اللي بينك وبينها عبارة عن عقد جواز بس، لو هي مش عاجباك سيبها، لكن مش من حقك تقول كده، لان حضرتك ليك حق الانتفاع بيها وليس استعبادها او ضربها. ولو مش عاجباك او غلطت فيك اشتكيها لاهلها، جرب وحاول كتير، ولو مفيش فايدة سيبها. قال تعالى وعاشرهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. اخرك معاها انك تسيبها، لكن ما ينفعش تضربها ولا تهينها ولا تقول اكسرها. رقم 13 ممنوع تذكري اهلك باي حاجه مش حلوه او شيء سلبي. اي مشكله تحصل بين ابوك وامك ما تقوليهاش. بتكلم عن الزوجه دلوقتي. مثلا انتي وزوجك كده قاعدين مع بعض، فقاعده تفضفضي له وتقولي له ابويا اتخانق مع امي غلط تقولي كده، ما ينفعش تقولي كده. ابويا شتم امي او العكس، امي شتمت ابويا، ما ينفعش تقولي كده. حتى لو حصل كده فعلا ما ينفعش تقولي اخواتي اتخانقوا مع بعض، اخواتي اتخانقوا مع بعض، ما ينفعش تقولي كده. ما ينفعش تقولي اخواتي شتموا بعض. اي حاجه سلبيه عن اهلك ممنوع تقوليها، عن ابوكي عن امك عن اخواتك ممنوع تحكي للزوج. ليه بقى؟ بعض الازواج اللي مش كويسين بيمسكوا في الموضوع ده ويستخدموه ضدك في موقف تاني. هيقولك هو اهلك دول مش كويسين وعلاقتهم وحشه ببعض، ودي عيله مش كويسه، وانت يعني من عيله عدله يعني. طبعا الكلام بيتقلب ضدك، اهو حصل اهو. فممنوع تذكري اهلك باي حاجه سلبيه. عندك كلام حلو عن اهلك قوليه، مفيش حاجه حلوه حطي بلاستر من العريض على بقك ده واقعدي ساكته. نيجي بقى رقم 14 ممنوع تتكلمي عن صحباتك او قرايبك، بنت عمك بنت خالتك بنت عمتك، عن حلاوتهم عن اخلاقهم عن جمالهم عن شطارتهم عن ذكائهم. ممنوع منعا باتا. هقول لك على قصه دلوقتي واقعيه، هقول لكم على قصه واقعيه دلوقتي. كان في واحده ليها صديقه ارمله، يعني جوزها متوفي. كانت الزوجه دي بتحكي ان صديقتها بتحكي لجوزها، الزوجة بتحكي لجوزها ان صديقتها اخلاقها عالية كويسة مؤدبة. المهم الزوجة بتمدح في صاحبتها كل شوية وبتقول مميزاتها كل شوية، وبتقول لجوزها كل شوية يشوف لها عريس. فاللي حصل ان الزوج اعجب بصاحبتها دي وهو اتجوزها، وبقى هو العريس واتجوزها وخلف منها.
والزوجة قعدت تندم أشد الندم على التصرف الغبي بتاعها ده. ليه بقى؟ لأنها ما كانتش تعرف إن تصرفها هيترتب عليه إن جوزها هيتجوز عليها صاحبتها، وهي كانت بتقوله عشان يجيب لها عريس وعايزة تجوزها. طبعا هي كانت نيتها خير، فالكلام عن الأصحاب والأصدقاء ممنوع ممنوع ممنوع. ممنوع أتكلم عن أصحابي البنات وأجيب سيرتهم، أو قرايبي البنات وأجيب سيرتهم بمدح عن المميزات، عن الجمال، عن حسن التصرف، عن الأخلاق العالية. هتلاقي جوزك على طول أعجب بيهم، واحتمال كبير يتجوزها. وتلاقي بقى الموضوع اتقلب ضدك. فياريت تحطي بلاستر كده من العريض على بقك، ومش كل حاجة تتكلمي فيها وتقعدي تحكي قدام جوزك عليها. نفس الكلام ينطبق برضو على بنت عمك، بنت خالتك، بنت عمتك، عموما قرايبك البنات عموما. ممنوع تتكلمي عن مميزاتهم واخلاقهم وجمالهم وحلاوتهم. ممنوع ممنوع ممنوع. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس المتجوزين عشان يفيدهم، ويوصل لكل الناس اللي مش متجوزين برضو عشان ياخدوا عبرة وعظة كده، عشان ما يذكروش الحاجات دي وما يقعوش في الأخطاء دي. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.